هذا الشاب ركب معي قال يا شيخ أنا لما، طبعا الكلام قبل قرابة 8 سنوات 9 سنوات، قال يا شيخ أنا تخرجت من الثانوي وقدمت على الشركة الفلانية فابتعثوني إلى أمريكا للدراسة 4 سنوات. طبعا هو ما أكمل في الدراسة 4 سنوات، لكن هم كان العقد بينه وبينهم 4 سنوات. تلك الأيام ما كان الابتعاث منتشر عندنا، يعني حتى يمكن ما فتح الباب يعني بقوة إلا خلال السنتين الماضيات. أما قبل تلك السنوات التي يذكر يعني ما كان في ذاك الابتعاث الكثير. طبعا هو قصته التي يذكرها ليست هو قالها لي من 8 سنوات، لكن ابتعاثه قبلها بقرابة 10 سنوات أو 15 سنة. يقول خرجت من الثانوي وذهبت إلى هناك. أول مرة الرجل يذهب إلى أمريكا ويرى هذا يعني المجتمع المنفتح. بدأ يدرس أول 2 3 ثم وقع في الخمور والمسكرات، ثم بعدين صارت ما توفي مع خمور ومسكرات. بدأ الرجل يتعاطى الحشيش وبعض المخدرات. يقول مات بين يدي 2 من زملائي. يقول اجتمعنا حنا مجموعة من الطلبة الخليجيين، يقول فكنا نجلس مع بعض ونسكر مع بعض ونتعاطى المروانة وإلى آخره. يقول بعد يا شيخ وقوعنا في كل فجور يمر على رأسك وقعنا فيه، نريد السعادة ما وجدناها. يقول بدأنا نمل. فجلست مع الشباب الذين معي بعد قرابة 2 سنين من المعاصي المتتابعة. قلت يا شباب أنا مليت. قالوا والله حنا ملينا أيضا. قلت لا بد لنا من دين، نبغى دين يا أخي، ملينا كذا بدون دين، نبغى دين، إيش رأيكم؟ يقول بدأنا نستعرض الأديان فقلنا الإسلام لا والله صعب نرجع الإسلام، قم صل ولا تزني لا تشرب خمر، صعب. إيش رأيكم نصير نصارى؟ قالوا قدام نصارى. يقولوا ننزل للكنيسة اللي تحت، حنا قرابة 4 5. قلنا أنا ما احنا نبغى نصير نصارى. قالوا يا مرحبا نصارى. يقول والله يا شيخ ونتنصر ونعلق الصليب وأبدأ أروح للكنيسة كل أحد. وشاب يعني سعودي ومن العوائل المعروفة. يقولوا أبدأ أروح كل أحد، و7 سنوات يا شيخ وأنا نصراني. يقول لين مليت من النصرانية وصرت أروح الكنيسة يوم الأحد الصبح لما يكون في طالبات المدارس الثانوية عندهم زيارات في الكنيسة، أروح وأتعرف عليهم وأجيبهم عندي في الشقة وأعطيهم مخدرات وأجيب الشباب. يقول فبديت أخرب النصارى. فمسكني القسيس قال يا أخي بالله مالك نية ترتد، أنت صرت نصراني وجبت لنا مشاكل، يا أخي عود لدينك الأول ولا فكنا وطردوني من الكنيسة. يقول فمليت وبدأت أقرأ في بعض الكتب اللي تتكلم عن الأديان، فأعجبني دين عبدة الشيطان. هذا من ذيك الأيام قبل لا يصير لهم صولة وجولة ووجود. يقول فصرت من عبدة الشيطان. قلت له كيف يا فلان من عبدة الشيطان كيف؟ قال يا شيخ استغفر الله خلها مستورة. لا قلت بالله عليك علمني كيف. قال أتوجه للنجم الفلاني وأسجد، وأتوجه لجهة مطلع الشمس ومغربها عند الطلوع وعند الغروب لأنها تطلع بين قرني شيطان. يقول وأسجد ناويا الشيطان. شوف الوقت النهي الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة فيه هو يسجد في هذا الوقت. يقول وأقول كلمات فيها تعظيم للشيطان. قلت مثل ماذا؟ فذكر لي بعض الجمل الكفرية اللي فيها تعظيم للشيطان. والله ما استطعت أنه يكمل. قلت بالله عليك يكفي، الله يجزاك يكفي خلاص لا تكمل. يقول وجلست 2 سنين أعبد الشيطان. يقول في خلال هذه الفترة رجعت طبعا إلى السعودية، ولأنه بغى يموت من الجوع هناك ما في أحد يطعمه والبعثة وقفت عنه. يقول وعند أهلي يعني أنا كافر أنا يهودي أنا نصراني ما أحد يلتفت إلي. يقول والله يا شيخ كأني دابة من الدواب في البيت ما أحد يلتفت لي، وأنا ليس عندي إكرام لأي نوع من أنواع القيم لا دينية ولا اجتماعية ولا ما عندي أي اعتبار لغيري. يقول ثم بدأ لي أن أتعلم السحر، فذهبت إلى البلد الفلاني وسمى لي أحد البلدان وجلست فيه 2 شهرين عند أحد السحرة وتعلمت السحر ورجعت. يقول كل شيء يمر على بالك جربته لأجل أني أنبسط وأسعد، لكن دائما ضيق داخل نفسي. مثل ما قال ابن القيم عن بعض اللي يفعل معصية يقول والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. يقول تراهم أحيانا سعداء وهم على غير ذلك.
يقول المهم أني مليت من هذا كله حتى اجتمعت مع زملائي قبيل رمضان، قلت يا شباب احنا ملينا من كل شيء. قالوا والله ملينا. قلت طيب ما رأيكم أن ننتحر؟ قالوا ننتحر. كيف ننتحر؟ قلت لهم طيب ايش رأيكم نتعاطى كل جرعة زايدة ونموت، مخدرات يعني. قالوا لا صعبة، بعدين إذا حللونا وجدوا أن مثلنا بمخدرات نفشل أهلنا، صعبة. يعني ما همهم ربي، همهم القبيلة بس نفشل أهلنا. قلت طيب أجل ايش رأيكم؟ يقول اتفقنا بعدين أن نركب في سيارة ونسرع ونمسك خط سريع وبعدين ننقلب ونموت. فكرة كده جاءتهم وهم سكارى الظاهر ذاك اليوم. يقول فاتفقنا أن في 4 رمضان في المكان الفلاني بالسيارة الفلانية فعلا نفعل ذلك. يقول ففي 1 رمضان جاء واحد من الشيبان يفطر عند الوالد، أو في 2 رمضان جاء يفطر عند الوالد. يقول طبعا أبوي لا يلتفت إلي أصلا على اعتبار أني دابة من الدواب في البيت، لا يلتفت إلي أبدا. يقول جو يأكلون وجئت أنا ودخلت المجلس ما سلمت ولا جلست أكل سمبوسة وشوربة على المغرب. أنا أصلا ما صمت، لكن لأن ما في غدا ولا فطور ذاك اليوم في البيت فأنا مضطر أكل الآن. يقول فأبي خلص من فطوره وقام وتوضأ وراح المسجد، أنا قاعد أكل. الشايب انتهى وقام وغسل ورجع لي قال يا فلان أنت ما بتصلي؟ قلت وش أصلي؟ راح بتصل راح وبدأت أكل. قال قم صل. قلت أنا يهودي، أنا نصراني، أنا ساحر، أنا أعبد إبليس، روح بس. قال حتى لو تعبد إبليس قم صل. قلت يا أخي فكني من شرك يا الشايب، أنت ايش بلاني فيك؟ أنا كافر ايش تبغى؟ قال حتى لو كافر قم صل. إنما لله الشايب ده وش ماسكه معه اليوم؟ أقول لك أنا ما أصلي، أنا كافر، أنا أعبد إبليس، أقول لك روح. قال قم صل. يقول والله ينشب لي نشبه. يا ابن الناس فكنا منك، يا ابن الناس لا تخليني أقل أدبي عليك، يا ابن الناس شوف أبوي طالع ولا قال لي شيء، خلك عاقل وأطلع قم صل. يقول يردد لي كلمة قم صل. قلت أنا علي 20 جنابة، أنا ما أعرف أتوضأ، كيف أصلي وأنا جنابة وأنا ما أغتسل؟ قال قم صل حتى لو إنك جنب قم صل. يقول والله ينشب لي نشبه لحد ما قمت معه وأنا في بالي بركع ركعة إذا سجدوا فأطلع أفتك منه. يقول فأخذني ودخلني المسجد، كبرت ويقسم لي بالله يا جماعة أنه لا يحفظ سورة الفاتحة. يقول صار لي 14-15 سنة يا شيخ ما بين سحر وكفر وعبادة شيطان، حتى الفاتحة ما أحفظها. قلت له أنا بالله عليك ولا تمزح؟ قال أقسم لك بالله أني ما أحفظ الفاتحة، فعلا أني لا أحفظها ما أدري وشي. يقول واجي وأحط يديني كذا معهم. يقول فبدأ الإمام يقرأ وأنا أنتظر بس السجدة وأطلع. فبدأ الإمام يقرأ قوله تعالى في أواخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول فوالله كأنما ضرب قلبي بصوت، جعلت أنتفض وأنا أصلي. فعلا الله ما خلقنا عبثا، الله ما خلقنا يتسلى علينا، ما خلقنا كذا تركنا هملا. اللي يبغى يرقد، اللي يبغى يزني، اللي يبغى يشرب خمر يشرب، البس العباية اللي تبغين، البس نوع اللباس اللي تبغى، تحلق لحيتك تطول ثوبك، كل واحد يسوي اللي بيجي. لا المسألة ما هي بعبث، ما هو بالمسألة تسلية عند رب العالمين. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لا ما هو بيلعب رب العالمين، ما خلقناهما إلا بالحق، مسألة حق وصدق ويقين. يقول بدأ يقرأ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول بدأت أنتفض وأنا أصلي. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي وبدأت أشهد صوت عالي. وسبحان الله قد يكون عنده تلبس جن أيضا ما هي بعيدة، قد يكون مع عبادة الشيطان ومع البقاء وقت طويل بالجنابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 3 لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني أصابته جنابة قبل أن ينام
وأراد أن ينام إما يغتسل وإما يتوضأ يخفف الجنابة على الأقل، إما يتوضأ لا ينام وهو جنب. فقد يكون، أنا لا أستبعد أن يكون متلبسا بالجن أيضا. يقول فقرأ الآية التي بعدها فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يقول فاشتد انتفاضي، ثم جاء بالتي بعدها ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به ماذا تفعل به يا ربي؟ فإنما حسابه عند ربه. يوم القيامة نتفاهم معه نوريه الشغل، ممكن في الدنيا ما سوي بالشيء لكن حسابه عندنا نتفاهم معه قدام. فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم. اغفر وارحم وأنا كفرت بك، نعم اغفر وارحم، ممكن أرحمك. تغفر وترحمني وأنا الساحر، ممكن أغفر لك وأرحمك إذا تبت لي. تغفر لي وترحمني وأنا ارتكبت فواحش وسويت وفعلت، أغفر لك وأرحمك. نعم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أنا ما بيني وبينك عداوة شخصية يا عبدي، أنا عندي أنظمة معينة وقوانين معينة وسنة ربانية أمشي عليها يا عبدي واغفر لك. مسألة ما بيني وبينك عداوة، الله تعالى ما بينه وبين نثار. ما هو زي واحد أنت جيته تقاتلت وياه ولا تضاربت وياه وصار بينك وبينه وقفت نفسه ثار. رب العالمين رحمته واسعة، فيقول في الآية الأخيرة وقل ربي أنت اطلبني بس، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يقول فصرخت بأعلى صوتي ووقعت على الأرض. قطع الصلاة واحد أو اثنان وحملوه إلى البيت وغسلوه بالماء وقروا عليه وصحى. يقول من بعدها ولله الحمد يا شيخ ما تركت الصلاة ولا العبادة إلى يومي هذا. أنا رأيته في 7 شوال، يعني بعد رمضان ب7 أيام، بعد توبته يمكن بشهر وشوي، ثم انقطعت عنه. ثم صار لي محاضرة مرة في الجنوب في أبها قبل بعد الموقف الذي معه ب4 سنوات. تفاجأت بهالشاب الملتحي الذي يأتيني بعد المحاضرة ويسلم علي. سلم علي وحب راسي وكذا تذكرني يا شيخ؟ قلت والله اني ما اذكرك والله، لكن ذكرني. قال تذكر انت لما القيت محاضرة في المكان الفلاني وجاءك واحد فلان؟ قلت انت فلان، لاني كنت متوقع ان المسألة حماس بس، فاذا الرجل ثابت. قلت له طيب انا عندي الان محاضرة ثانية في مخيم، تجي تحضر معي؟ كانت محاضرة في مسجد بين المغرب والعشاء وبعد العشاء مخيم. قلت تحضر معي؟ قال احضر. فحضر معي وجلست جنبي، ثم تكلمت أنا في المحاضرة، انتهيت قلت معنا الشيخ فلان. قال أي شيخ يا شيخ؟ قلت المهم أنك شيخ بس بيلقي عليكم كلمة. الرجل ما عنده علم شرعي يعني إلى الآن مسكين ما بعد يعني عنده، ويمكن أيضا هالمخدرات أثرت شوية عنده في إدراكه. قال يا جماعة أنا بقول لكم كلمة واحدة، قلبك مثل السفنجة تحطه في ماء طاهر يجذب لك ماء طاهر، تحطه في ماء نجس يجذب لك ماء نجس. ما أعطانا آيات وأحاديث، لا مثال، تحطه في مجاري يجذب لك مجاري. أنت قلبك تحطه في مسجد يجذب لك خير، تحطه في مرقص يجذب لك شر. حلوة المحاضرة يا شيخ؟ قلت والله يا أخي هذه ما أدري وش أسميها، لكن فعلا مثال حسن، مثال صحيح. القلب بحسب ما تجعله فيه يكون تقبل هذا القلب مما أنت واضعه فيه.